واحد بيقول كنت شغال في الدير بعمل سيراميك، وكان في صخره كبيره جدا نصها من تحت ونصها فوق. وابونا بشويه قال للراجل العامل ده عايزين نزق الصخره دي. قال له يا ابونا دي عايزه مكان كبير جدا نزق صخره ايه يا ابونا؟ قال له طب لم الشباب. الراجل بيقول لميت شباب كله جامد من بتوع الرحله ونزق ما تتحركش، ونزق ما تتحركش. ابونا قال لهم استنوا. بيقول ابونا حط ايده وزق كده، الصخره طلعت من تحت الارض واتحركت. مش بيقول ممكن. انا سبت الناس كلها وعبطت عليه، انا كنت اسمع عنه بس ما اعرفش كده. فقال له طب عايزين نزقها بعيد توصل جنب السور. بيقول ابونا عمال يبص وان هم يزقوا ما فيش. ابونا جه يلمس الصخره عامله زي الانبوبه الفاضيه، بيقول تفضل تجري 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 لحد ما وقفت جنب السور. بيقول صخره مستحيل حد يقدر يحركها حد ايه ده، بيقول جبنا الرحله كلها يزقوا عشان ما يزقوا فيش. ما هو اتحركتش. بايده كده. قال له يا ابونا انت بركه. قال له لا، ده بركه المكان اللي احنا فيه هي اللي بتعمل كده. واو. قصه تانية. اي. واحده بتقول كنا رايحين نزور الدير، وكان الطريق بتاع الدير في الوقت ده كان سنجل لاين، يعني طريق واحد بس مش طريقين، فكان خطر قوي بالليل. بتقول له جوزي ما بيحبش السواقه ابدا، ما بيحبش السواقه ابدا بالليل، عشان طبعا طريق سنجل واللايت والحاجات. وابونا يقول لهم اقعدوا، انا عايزكم في حاجه مهمه. والساعه تقرب والدنيا ابتدت تضلم، وجوزها يتضايق ويتنرفز عليها ويتضايق ويتنرفز عليها، ويقول لها لا ما يلا نمشي. المهم بتقول بعد فتره تقول ابونا قال يلا صلي لكم امشي. قالت له يا ابونا انت مش كنت عايزنا في حاجه مهمه؟ قال لها لا خلاص خلاص. بتقول وصلنا العربيه وجوزها ماشي بقى عمال بتقول يقطم فيا يقول لي مش كنا مشينا في الاخر ما كانش عايزنا في حاجه. تقول ونطلع على الطريق نلاقي 5 عربات ضاربين في بعض، والناس مرميه في الارض في كل حته ودم في كل حته والناس في الارض، والمستنيين الاسعاف يشيل الناس دي. وعرفنا ابونا كان بيقول لنا ليه استنوا 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 لحد ما الحادثه كانت تخلص وهم عدوا بسلام. واحد من ابناء ابونا بشوي بيقول له يا ابونا انا مش متاكد انا اتعمدت ولا لا. ورحت سالت ماما وبابا يقولوا احنا مش فاكرين، فعايز اتعمد تاني. قال له هتعمل حاجه لما اقول لك. فابونا بعد فتره شافه تاني وقال له انت اتعمدت وما تعملش حاجه تاني. واحد تاني بقى من اصدقائي بقى كان ابونا بشوي عمل معاه موقف كانش يعرفه قبل كده. بيقول وانا في ثانويه عامه كنت من الاجازه، انت عارفه في مصر بقى بيذاكروا من الاجازه ويطبقوا المنهج والحاجات. بيقول من الاجازه كنت بذاكر جامد جدا وخلصت يمكن 80% من المنهج نفسه. وبعد كده جيت على بدايه مارس ابريل حسيت ان انا خفت جدا ومش هنجح. وحصل لي حاجه زي مثلا يعني تعبت نفسيا، وبابا يكلمه قال لهم نفسيته تعبت جدا وكاني مش هنجح. بيقول بعد عيد القيامه بابا كان فاكر العيديه بيديك هديه في البتاع، فقال انا هطلع على الدير. كتب جواب لبابا قال له انا هروح الدير ومش هاجي الا بعد الامتحانات. نفسيته تعبت جدا مش عايز يقعد وقت الامتحانات ولا عايز يخش الامتحانات. وراح على الدير وما قالهمش دير ايه. بيقول خدت الاتوبيس ووصلت لحد دير الانبا انطونيوس ومشيت ورحت دير الانبا انطونيوس ورحت دير الانبا انطونيوس ورحت جيت زرت دير الانبا بولا وخدت بركه ابونا فانوس. بيقول وانا قاعد لقيت واحد بيقول فين الطالب بتاع الثانويه عامه؟ قال له انا. بيقول انا ما كنتش قلت لاي حد. قال له انا ابونا بشوي تعالى معايا. بيقول قعد معايا نص ساعه اتكلم معايا وصلى لي غير دماغي 180 درجه، اداني كونفيدنس وقال لي تنزل انت هتنجح. في اتوبيس اهو هنا، هو كان في الانبا بولا. الاتوبيس ده بكره رايح للانبا انطونيوس، تروح معاهم وتحضر القداس وترجع معاهم. الاتوبيس ده من حلوان ومن حلوان تروح على البيت. بيقول ركبني الاتوبيس ووصى عليا في الاتوبيس وخدت الاتوبيس لدير الانبا انطونيوس. وبعد القداس فكنا بنجيب اكل الناس، فاب راهب بيقول لي روح اكل من المطبخ. فرايح اجيب اكل من المطبخ لقيتهم بيقولوا في طالب هنا في ثانويه عامه اهله بيدوروا عليه. قال لهم انا. قالوا له باباك موجود هنا. بابا وجوز اخته جم حضنوه وخدوه معاهم. بيقول ورجعت مصر ودخلت الامتحانات وتفوق وجاب مجموع قوي جدا. بيقول تمر الظروف وفي 2016 يعني من 10 سنين نزل مصر. قالوا له باباك عيان، فنزل وقعد معاه اسبوع وابوه انتقل قدامه. بيقول تعبت نفسيا جدا ورجعت هنا باك تو استراليا وكنت نفسيتي تعبانه جدا. قلت اللي انقذني من قبل كده هو اللي انقذني دلوقتي. بيقول كتبت جواب لابونا في ليمون، انت عارفه الانطوني، وكان رايح دير الانبا انطونيوس وقال له توصل ده لابونا. بيقول بعدها بفتره لقيت ابونا بيتصل بيا
واحد من الخدام بتاعته بيقول له ابونا بشوي بيقول لك، او ابونا بشوي اللي كلمه، احضر قداسات وتناول وانت هتبقى كويس. دي اهم نصيحه. قال له تحضر قداسات وتتناول هتبقى كويس. بيقول ابتديت احضر قداسات اكتر واتناول اكتر، كل الزعل والحزن اللي جوايا خرج ورجعت تاني طبيعي. ودي نصيحه ابونا كان بيقولها للناس كلها. الناس طبعا لما تكون تعبان او حد ينتقل او حزين او عندك اكتئاب، احضر قداس وتناول وربنا يرفع عنك. في واحد بقى كان سايق عربيته وعيل بسرعه جري قدامه والواد نزل تحت العربيه والعربيه دست عليه. كميه تكسير عظم وكميه حاجات. هو وقف الراجل كويس، خد الولد وطلع بيه على المستشفى. واتصل بالخدام في الدير قال لهم قولوا لابونا يصلي للولد احسن حالته خطيره وانا هروح في العين. ابونا صلى وقال لهم قولوا له ان شاء الله هيبقى كويس ومفيش حاجه. والولد يطلع من المستشفى ولا مسمار ولا جبس ولا اي حاجه وطلع. معجزه تانية، في واحد بيقول كان عنده ورم في ظهره وكان لازم يعمل عمليه. وراح لابونا بشوي قال له يا ابونا بشوي انا قالوا لي لازم اعمل عمليه. قال له انت بتصلي؟ قال له بصلي. قال له طب تعالى انا هعمل لك العمليه. جاب الزيت وقعد يدهن ظهر الراجل وقال له عملت لك العمليه. والراجل يروح ما يلاقيش الورم في ظهره. بتاع ابونا بشوي كان بيتكلم مع واحده وبيقول لها الخادم اللي بره ده خادم كويس جدا. بتقول الكلام ده من 5 سنين يعني. بتقول رحت يقول لها ده اسمه كذا وخادم كويس وبيخدم معايا وانسان كويس جدا. فبتقول انا روحت وبفكر وبيكلمني عنه ليه. مره تانية بعد كذا سنه قال لها ده الخادم ده كويس. بتقول تمر السنين، بعد 5 سنين اسافر دوله من الدول العربيه والاقي الخادم ده ونتعرف على بعض وهو بقى جوزي وهو كان بيرتب لي من 5 سنين فاتوا. ابونا بشوي في واحده من الناس اللي كانت ولاده واتاخرت، فاتصل بيها وقال لها بقالي كتير ما شفتكيش، تعالي زوري الدير. بتقول كنت مشغوله جدا. بتقول لقيته في الاوضه عندي ماسك البخشوريا وعمال يبخر. فقالت له خلاص هاجي. نزلت خدت العربيه وراح. قال لها مش كنت جيتي من الاول. كان مشهور قوي بالسياحه بتاعته. احد الخدام او الشباب راح الدير وكان تحت الاختبار. ويقول لابونا انا عايز اترهبن. يقول له استنى شويه. يقول له عايز اترهبن، استنى شويه. بعد 6 اشهر ابونا قال له بص يا ابني الرهبنه دي مش طريقك. انت طريقك الخدمه. رجع وكمل خدمته. فاتعرض عليه انه يرشموه كاهن. كان عنده 40 سنه وما اتجوزش. فراح قال لابونا يا ابونا عارضين عليا الكهنوت بس انا ما اتجوزتش. قال له مراتك معاك في الخدمه. بيقول ينزل ويلاقيها كانت معاه في الخدمه ويتجوز الانسانه اللي كانت معاه في الخدمه دي زي ما ابونا شاور له عليها. يجي بعد كده عايز شقه. تجي له شقه بمعجزه في مدينه الزيتون، في الزيتون، حي الزيتون. فرجع عشان يقول لابونا ان انا لقيت شقه. قبل ما يقول له حاجه قال له مش العذراء جابت لك شقه من عندها في الزيتون؟ قال له ايوه يا ابونا. واتبسط واترشم كاهن وطالع يحكي القصه دي بنفسه. واحده بتقول كان جوزها بعد ما خلفت الطفل الاولاني قال لها مش عايزين اولاد تاني. فراحت كلمت ابونا بشوي قال لها انت المره الجايه هتجيلي شايله الطفل على ايدك. بتقول هي راجعه في العربيه لقيت جوزي لوحده بيقول لها خلاص ممكن نجيب الطفل التاني، مع انه ما كانش يعرف انها كلمت ابونا بشوي يعني. واحده تانية بتقول كان عندها ابنه عنده 3 سنين. بتقول من هو من عنده 2 ل3 سنين امراض كتير جدا لحد ما خدته لابونا بشوي وصلى له ودهنه بالزيت والولد ما فيش امراض تيجي له تاني. احد الشباب بقى كان جاي في الرحله وقال انا مش هسلم على الكهنه وانا مش عايز اقابل الكهنه ومش عارف ايه وبتاع. ابونا قال له خلاص يا ابني روح خد بركه الدير وخلاص. بيقول لقيته شاف ابونا بشوي جري عليه وركع في الارض وخد ايد ابونا حطها عليه. ابونا الاب كان بيقول له انت بتقول لي مش هسلم وبتاع. قال له انا شفت النعمه على وشه جذبتني ليه بسرعه جدا. في يوم من الايام ابونا بشوي بيجي له جوابات فطلعوا له جواب، لقى جواب بيقول له ابونا انا يائس من الحياه وعايز انتحر. ساب المغاره اللي في الجبل ونزل بسرعه. خلى حد من يتصل بالتليفون قريب من بيت الواد ده قال له جيبهولي. واستناه ابونا لحد ما الراجل ده جاب له الشاب وقعد معاه لحد ما سابوش الا لما استريح ان الولد ده بقى كويس ومش هيحصل له اي حاجه. اب كاهن راح يقعد معاه فلقى ان الكاهن الكتاب بتاعه عامل فيه زي ما احنا بنعمل كلام وتأملات. خد منه الكتاب. قال له ليه يا ابونا؟ قال له هات الكتاب عشان انت كل ما تقرا الايه بترجع للتأمل القديم. لا ابتدي من جديد، ربنا هيفتح عقلك وعينيك
لتأملات جديدة. ما يا. تركزش بس في اللي خدته اللي أول انت مرة. كاتباه دي. لما تقرأ كتير ربنا هيديك كتير. آه. في أحد المرات واحد قاعد مع بنته في العربية وناس خطفوا بنته، يا. فبقى اتصل بالدير وقال لهم خلي ابونا يصلي لي. ابونا وقف طول الليل يصلي لحد ما الراجل تاني يوم قال لهم نشكر ربنا رجعوا البنت تاني. يا. احد ولاده الرهبان بيقول له يا ابونا هتنزل في قداس العيد؟ قال له بص لا مش هنزل ولا اديني 10 دقايق. دخل قعد يصلي، قال له لا استناني ان ننزل معاك. قال له يا ابونا انت قلت لي مش هنزل. قال له ربنا سمح لي ان انا انزل. كان كل حاجه يعملها أيوة. ياخد من ربنا. مره في المرات وهو بيعمد ولد، بيعمد ولد وخد من ميه المعموديه وقام رش على واحد. الراجل ده كان عليه روح الشرير، قعد يصرخ يصرخ. ومن تواضع ابونا مش يقول بس عشان الصلاه اللي عملتها على الميه، لا يقول لهم شايفين بركه ميه المعموديه. واحد مره تطاول على ابونا وقال له انت انا مش هاجي الدير بسببك وانا راح اداله حضن وقال له معلش اقعد جنبي واكله وطبطب عليه وبتاع. مره من المرات واحد كان معدي جنب القلايه ولقى القلايه منوره جامد جدا وبيتكلم وسمع صوت واحده ست، فقال له يا ابونا انا سمعت صوت حد معاك في القلايه. قال له يا ابني دي العذراء. فتح له الباب قال له طلعت من الصوره دي. احد الاباء كان عنده مرض في كتفه بقى، والاطباء قالوا له لازم تاخد حقن الكورتيزون. قال له تعالى يا ابونا، خد ازازه زيت من بتوعه وقال له ده الكورتيزون بتاعنا، ودعك له كتفه. الراجل اتشفى وما تحتاجش اي كورتيزون ولا اي حاجه.